اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لايك وشير واشتراك للقناة، فعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي فضلا وليس أمرا. زي ما احنا شايفين كده معايا بتنجان كان في التلاجة، يعني حاجة قليلة كده كانت فاضلة في التلاجة، يعني شكلهم دبلانين وعيانين، قلت اما اخدهم استفيد منهم بدل خسارة ما يترموا. معايا البطاطس اللي احنا شايفينها دي، انا بوريها لكم كده وبخبطها على الرخامة. ليه؟ البطاطس دي اللي احنا مخزنينها مع بعض، وطريقة التخزين عندكم عاملاها فيديو معاكم. البطاطس دي بقالها 8 شهور وجميلة جدا وجامدة جدا وشكلها زي ما هو. طبعا احنا عارفين البطاطس اللي بتتحمر بتبقى النشا فيها اكتر، النشويات فيها اكتر. ليه؟ لان في بطاطس مجرد ما تحطيها في الزيت تتحرق منك، لكن البطاطس اللي نشوياتها اكتر مش هتتحرق وبيبقى لها مميزات خاصة، وده قلتها في القناة في الفيديو بتاع تخزين البطاطس. وزي ما احنا شايفين كده البطاطس انا قطعتها الاول سلايس، وبعد كده عملتها صوابع طولية، لا هي رفيعة قوي ولا سميكة قوي، لانك لو عملتيها رفيعة هتلاقيها محروقة وخشب منك، لكن لا بتعمليها رفيعة قوي ولا سميكة قوي، الوسط. بعد كده معاكي طاسة على النار بتحطي فيها زيت، وطبعا الزيت بيكون غزير جدا جدا، يعني مش هحط البطاطس كده ويكون الطبقة اللي تحت طايلة الزيت بس، لا، بتحطها في زيت غزير. ولما الزيت يسخن بتنزلي بالبطاطس على الزيت، وبعد كده تهدي عليها النار، مش تهديها يعني خلي النار وسط كده، ما تخليهاش عالية قوي، لانك لو عليت النار هتتحرق منك، ولو هديت النار خالص هتلاقي البطاطس نشفت منك. هاخد البطاطس اللي طلعتها بالمصفى في الطبق، هحطها على مناديل ورقية عشان لو فيها اي بواقي زيت تشرب. بعد كده هنحمر البتنجان بتاعنا. ليه حمرنا البتنجان بتاعنا بعد البطاطس؟ اولا لان البتنجان بتاعنا هنحمره بمكون واحد عشان ما يشربش الزيت خالص. وليه انا ما حطيتش البتنجان في ميه وملح، غسلته على طول وعملته؟ ليه؟ لان انا هحمره بالنشا. النشا بتخلي البتنجان ما يشربش ملح زيت نهائي نهائي، وفي نفس الوقت بيبقى لونه ذهبي وجميل جدا جدا ومستوي من جوه. زي ما احنا شايفين كده انا معايا الجبنه موتزاريلا، جبنه حلوه قوي قوي. الجبنه دي موتزاريلا الحمد، ومش دعايه ولا حاجه، ولكن انا بعرفك الجبنه الحلوه الحمد جميله جدا جدا. بستخدمها في البيتزات بتاعتي، بستخدمها في الباتيهات، في اي معجنات. هنزل بشويه جبنه موتزاريلا على طبق البطاطس. يعني عاوزه اقول لكم ان هي يعني كانت موديه البطاطس في حته تانية خالص، وكان طعمها رهيب وتحفه جميله جدا جدا. الموتزاريلا مجرد ما بحطها في الفريزر بتجمد بالشكل ده، فهاخد شوية حلوين كده واحطهم فوق البطاطس. لو عندك كتري كده، ما تستخسريش اي حاجة، هتلاقي طعم مختلف تماما وطعم حلو قوي قوي ولذيذ جدا جدا. ودي هرسة الشطة اللي عملناها قبل كده في القناة، حلوة قوي ومفلفلة. ليه؟ عشان طريقتها صح وتخزينها صح، مش مجمدة، لا مفلفلة وحلوة قوي. زي ما احنا شايفين كده دي البطاطس طلعت من الميكروويف، حطيتها في الميكروويف بقت بالشكل ده. والجبنة الموتزاريلا كانت تحفة جدا. البتنجان يعني انا مش بحط عليه الثوم، هو الثوم بيبقى طعمه حلو قوي، ولكن عندي مش بيحب الثوم، فاكتفيت بهرسة الشطة وحطيت عليها ملح كده بسيطة وفلفل اسود وعصرت عليها ليمونة. في حاجة برضو عايزة اقول لكم عليها، اللي عاوز يخزن بطاطس مقلية، هي الايام دي سعرها رخيص وجميلة جدا جدا. بتحطيها في الزيت بيبقى نص تحمير، بعد كده بتطلعيها تحطيها في مصفى. لما تصفي الزيت بتاعها حطها في كيس نايلون، دخليها الفريزر، بس طلعي الهواء من الكيس النايلون عشان ما تبوظش منك. اما لو هتاكليها في يومها يبقى تحمير كامل. كان طعمها جميل جدا جدا، مقرمشه من بره طريه من جوه، طعمها لذيذ قوي قوي.
اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.